اسماعيل قباش، مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء. الخطاب الملكي الكريم والشريف اللي كان ليلة البارحة صراحة كان عنده واحد الوقع مختلف وعنده واحد الذوق مختلف، ذلك أنه وصل لنا واحد البشرى اللي كنا كننتظروها منذ 50 سنة، بشرى يعني ديال لا ريزوليسيون ديال لونو اللي جات فرحات هذا الشعب الأبي، هذا الشعب اللي كيعتبر هذه القضية قضية الوطنية الأولى لجميع المواطنين وجميع المغاربة. وإن شاء الله ملي غتمشيو من بعد المدرج غتعرفوا أن هذه القضية هي ماشي قضية جيل السبعينات، هذه قضية المغاربة، لأن الجيل اللي كاين في المدرج هو جيل ديال 2010 2020، جيل فتي، جيل يعني باقي جديد. وغتلاحظوا مدى اندماج ومدى ايمان هذا الجيل بهذه القضيه الوطنيه، وهذا كنعتبره انا وجميع المغاربه خصهم يعتبروه نجاح، ان المغاربه كيحملوا في قلبهم على مر التاريخ وعلى مر العصور هذه القضيه الاولى للمغاربه، واغتنموا هذه الفرصه باش توجهوا بالشكر الجزيل والشكر الكبير لقائد هذه الامه، لصاحب الجلاله، على الدبلوماسيه ديالو المتميزه. هذه مدرسه ديال الدبلوماسيه. اليوم العالم عرف ان المغرب بلد كبير بملكه بشعبه بحبه لهذا البلد بالدفاع عن قضيته. وصاحب الجلاله البارح بين ثاني واحد النوع اخر من الكرم المغربي، من الانسان المغربي، مد يده بالخير لجميع الاشقاء باش نخدموا جميع لرقي ولنجاح المنطقه ديالنا. وهذا هو اسمى يعني القمه ديال الانسان اللي كيكون انسان بكل ما الكلمه بمعنى انه حتى في وقت النصر كيمد يده بالخير للناس. وهذا صراحه كان درس لجميع الامه العربيه وجميع المسلمين في جميع بقاع العالم، وانا كنعتبره درس كذلك لجميع الكره الارضيه، ان الملك البلاد كيفرح شعبه، كيعيش مع شعبه هذه اللحظات، وفي نفس الوقت كيمد يده بالخير لجميع الفرقاء للجلوس وللرقي وللتقدم بالمنطقه وبالمغرب وبجميع دول المغرب العربي ان شاء الله الرحمن الرحيم. وانا كندعوكم باش ان شاء الله من بعد هذه الكلمه المقتضبه انكم تمشيو للمدرج باش تعيشوا معنا واحد لحظات خالده اللي كيديروها جيل جديد، جيل ديال الطلبه الجدد في المؤسسه اللي جاوا في هذا الصباح يوم السبت، جاوا بقلب واحد، جاوا بروح واحده، جاوا بوطنيه واحده، باش يبينوا حتى هما انهم يعني كيحملوا في قلبهم وكيحملوا في يديهم القضيه الوطنيه الاولى، الا وهي قضيه الصحراء المغربيه.